لكن بنتفاجئ باحزاب لم ينجح احد. نشوف التقرير ده ونرجع نكمل نقاشنا. انا شايف ان الاحزاب اللي ما نجحش فيها حد شيء طبيعي ان ده يحصل، لان احنا لا عارفينهم ولا هم عمرهم بيحققوا لنا حاجه ولا شايفين منهم حاجه، ولا شفنا منهم اي حد اصلا نافع، اي بيعمل اي مصلحه للبلد، ولا بيقدم اي خدمه اصلا لينا. كل واحد في وادي، ده عايز مصلحته ده عايز مصلحته، ملهاش اي لازمه. اكيد ان الاحزاب اللي هي ما نجحتش دي ملهاش تواجد في الشارع المصري، لان ما فيش حد معروف فيها وما فيش حد يعني اتكلم على نفسه ولا قال اي حاجه. فالحزب الوحيد اللي انا اتمنيت ان هو ينجح في حب مصر، والحمد لله نجح، لان كل الناس اللي فيها ناس معروفه ومشهوره. نامل ان الاحزاب اللي هي حزب الوفد وحزب العمل والحزب الناصري، كل الاحزاب القديمه دي، وحزب مصر الفتاه وحزب السادات، كل الاحزاب دي كنا بنتمنى ان هي يكون ليها دور في المرحله اللي هي ثالث 25 يناير، لكن للاسف الشديد يعني احنا كنا بنقول عليها احزاب كرتونيه وهي فضلت احزاب كرتونيه. مش معروفين على الساحه، يعني احزاب ظهرت جديده مش معروفه على الساحه، غير الاحزاب اللي كانت موجوده هي اللي نجح منها حد، لان هم الناس اصلا بطبيعتها عارفه الاحزاب معينه اللي خلاص عودت عليها سمعها، والشعب بطبعه بيطلع يعني اللي هو عارف يقول لك اللي عارفه احسن من اللي ما يعرفوش. الحقيقة المفروض انه الاحزاب اللي ما تنجحش في انها تحصل حتى على مقعد واحد في انتخابات البرلمانية يحصل لها تجميد او تلغى. ليه؟ لانه انت عامل زحمة على الفاضي. الحقيقة مش عايزين نتعجل ونقول انه اديله كمان فرصة مثلا في انتخابات المحليات، لو ما حصلش على نسبة معينة يلغى. انما قطعا وجود 100 حزب على الورق بيربك المشهد. فكره كده ان انت عندك احزاب كتير قوي وبتدي الانطباع ان الاحزاب دي قيمتها انها تكون يعني مساله عائليه كده، حاجه ايه تحطها على الكارت بتاعك، انا رئيس حزب كذا، رئيس حزب الكوكواوا. ايوه بيعمل الحزب ده ولا بيعمل اي حاجه، هو بس حزب كده وخلاص، انا انشاته وجبت اوضه والناس قاعده فيها وانتهى الموضوع. لا، ما ينفعش. لازم تكون في فرصه للاحزاب الجاده انها تستمر، والاحزاب غير الجاده انها تنزوي تنتهي، لانه مكانها الطبيعي انها ما تكونش اصلا موجوده. ولما الناس ما انتخبتهاش ولما هي ما رشحتش حتى هي موجوده ليه؟ وبالتالي منطقي جدا ان يكون في القانون حاجه ليها علاقه بتجميد نشاط الحزب، ثم بعد كده الغاء الحزب. عايز بقى تقدم تاني لو جت ناس تانيه ليها رؤيه بجد وعايزه تنشط الحزب بعد ما ياخدوا فرصتهم في الانتخابات البرلمانيه وبعدها الانتخابات المحليه، خلاص يعني خد فرصتك. وبعد ما نجمد الحزب او ان احنا حتى نلغي، قدم تاني، لانه المساله بالاخطار. اذا اجمالا ارجو انه القائمين على شؤون الاحزاب في مصر يهتموا بفكره انه الحزب ينشأ